ليلة هادية والدنيا ساكتة، وفجأة جند كبير في جيش الإمبراطور بيصحى مفزوع، مش من كابوس لكن من رؤية سماوية. قوم سيب كل حاجة وروح مصر، هناك هتاخد إكليل الشهادة. في مدينة أنطاكيا كان في شاب اسمه أبادير، مش أي حد، ده كان قائد عظيم في جيش الإمبراطور دقلديانوس نفسه، وأخته الجميلة الطيبة اسمها إيرائي، وفي ناس بتسميها إيريني. الاتنين دول كانوا أولاد أخت وزير كبير اسمه واسيليدس، يعني ناس تقيلة جدا. بس حصل تحول خطير، الإمبراطور دقلديانوس كفر وابتدى يطارد المسيحيين بعنف شديد. وفي ليلة السيد المسيح ظهر لأبادير في رؤية واضحة جدا وقال له: قوم خد أختك وروحوا مصر، هناك هتنالوا إكليل الشهادة. المفاجأة بقى إن أخته إيرائي شافت نفس الرؤية بالضبط، من غير تردد ولا خوف ولا تفكير في المركز ولا السلطة. قالوا يلا، وسافروا من أنطاكيا لحد الإسكندرية، ومنها راحوا لمدينة أنصنة، وهناك بدأت المواجهة. وقفوا قدام الوالي إريانوس واعترفوا بإيمانهم بالسيد المسيح بكل شجاعة. الوالي اتجنن وأمر بتعذيبهم بأبشع الطرق، لكن هنا المعجزة، الرب كان معاهم بيقويهم ويسندهم. مش بس كده، ده رفع نفسهم وخلاهم يشوفوا الفردوس بعينيهم، فبقيوا أقوى وثابتين أكتر من الأول. وفي الآخر الوالي كتب الحكم وأصدر القرار القاسي، قطع رؤوسهم. لكن الحقيقة مش نهاية، دي كانت بداية المجد، ونالوا فعلا إكليل الشهادة زي ما الرب وعدهم. بعد كده المؤمنين جمعوا أجسادهم بكل حب، وشماس اسمه صموئيل أخدهم وخباهم في بيته لحد ما وقت الاضطهاد خلص، وبعدها اتعملت لهم كنيسة عظيمة. ولحد النهاردة في كنيسة باسمهم في أسيوط، وكمان في دشلوط. الخلاصة اللي تهز القلب، ناس كان عندهم كل حاجة في الدنيا، لكن لما ربنا نداهم سابوا كل حاجة، مشوا وراه لحد الصليب ولحد المجد. بركة صلواتهم فلتكن معنا، وده ربنا المجد الدائم، آمين.